الساعة 12 بالليل. قلت هتفتح تشوف فيديو واحد بس، وفجأة لقيت الساعة بقت 3 الفجر، ومستني النوم يجي ومش راضي. تعرف ليه؟ لأنك حرفيا ضحكت على مخك وأقنعته إن الشمس لسه طالعة. شاشات الموبايل واللابتوب بتطلع موجات ضوئية اسمها الضوء الأزرق. الطبيعي إن الضوء ده موجود في الشمس بس. لما عينك تستقبل الضوء ده بالليل، بتبعت إشارة للمخ تقول له اصحى يا بطل، احنا لسه في عز الظهر. جوه دماغنا في غدة صغيرة جدا اسمها الغدة الصنوبرية. مهمتها انها تفرز هرمون اسمه الميلاتونين. الهرمون ده هو المايسترو اللي بيخليك تحس بالنعاس وبيهيئ جسمك للنوم العميق. المشكله ان الضوء الازرق بيعمل بلوك او قفل تام لافراز الميلاتونين. النتيجه، جسمك مش فاهم انه لازم ينام حتى لو انت تعبان جسديا. الموضوع مش بس انك بتسهر، جوده نومك نفسها بتتدمر. وهرمون التوتر اللي هو الكورتيزول بيفضل عالي، وبتدخل في مرحله النوم الخفيف مش النوم العميق. فبتقوم الصبح كانك ما نمتش، وبتكون تعبان ومصدع ومودك وحش. عارف انه صعب انك تسيب الموبايل، بس جرب الخطوات دي وهتدعيلي. قاعدة ال60 دقيقة: اقفل الشاشات قبل النوم بساعة، اقرأ كتاب أو اسمع بودكاست، أو فكر في مستقبلك المرعب عادي. النايت شيفت: لو مضطر إنك تستخدم الموبايل، فعل خاصية تصفية الضوء الأزرق في الموبايل اللي بتقلبه اللون برتقالي دافئ. أو النضارات، في نضارات مخصصة لحجب الضوء الأزرق لو شغلك كله على الشاشات. الميلاتونين محتاج ضلمة عشان يشتغل. اديله فرصة عشان ينيمك صح، عشان تعرف تواجه يومك بتركيز. الموبايل مش هيطير، بس صحتك النفسية والجسدية هي اللي بتطير مع كل ساعة سهر. انت بتشوف الفيديو ده الساعة كام دلوقتي؟ لو بالليل، اقفل الموبايل فورا، وتصبحوا على ألف خير. سلام.